لكن جواهم نية تانية. وفي ناس مش بتتكلم خالص ولا بتقول انا هعمل كذا عشان كذا، بس بينه وبين ربنا قلبه صادق. وافتكر قصة الراجل اللي دخل الجنة عشان ناوي يسقي كلب، مجرد نية نابعة من قلبه اتكتبت له عند ربنا. في علم النفس بيقولوا ان اللاواعي بيحرك الانسان اكتر من الكلام، والنية دي من اعماق اللاواعي بتظهر في افعالك من غير ما تحس. مش لازم تعلن نيتك، كفاية تكون انت عارفها ومصدقها. تجديد النية بيحافظ على استمراريتك. في وسط الزحمة والضغط والتعب طبيعي الواحد ينسى هو ليه بدأ، بس لما تقف مع نفسك وتسأل أنا كنت ناوي أعمل كده ليه، تحصل إعادة تشغيل. اللي بدأ يذاكر عشان حلم معين وبعدين تاه في التفاصيل، أول ما يفتكر الحلم بترجع له طاقته. علم النفس بيأكد إن الأهداف المرتبطة بمشاعر صادقة بتكون أقوى في الاستمرارية. لما تفتكر النية بتفتكر نفسك الحقيقية وتكمل حتى لو الكل وقف. النية الصافية بتفتح لك أبواب ما كنتش تتخيلها. في ناس نيتها خير فتلاقي أبواب بتتفتح لوحدها. وواحد ناوي يساعد شخص محتاج من غير ما يستنى شكر، بعدها بأسبوع جاله رزق ما كانش متوقعه. وواحدة كانت بتزور قريبتها الكبيرة في السن دايما بنية الرحمة، جات لها من وراها فرصة سفر غيرت حياتها. النية الصافية زي دعوة حلوة بتطير في السماء وترجع لك رزق وفرج حتى لو الناس مش شايفة. لما تبقى نيتك خير ربنا بيسهل لك الخير حتى من غير ما تطلبه. واحب اقول لكم في نهاية حلقتنا ان النية مش مجرد فكرة، دي قوة بتغير اتجاهك وبتدي معنى لحياتك وبتخلي حتى اصعب لحظات حياتك ليها طعم. لو قلبك صادق ونفسك نظيفة صدقني النية ممكن تبقى بداية كل حاجة جديدة. واحب اقولك ابدأ من جوه والباقي هيجي لوحده. وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى ان تكونوا استمتعتم معنا بهذه الحلقة، وهستنى رأيكم في الكومنتات. والى اللقاء في الحلقة القادمة.